انا وانتوما كنفتحوا روبيني كناخذوا كاس ديال الماء، ولكن واش فكرنا شحال من يد من مجهود من عقل كاين ورا هاد الكاس ديال الماء؟ ريدال كتشرف على 15 مركب مائي فيهم تجهيزات ضخمه كتخزن اكثر من 350 الف متر مكعب من الماء. هذا الماء كيتخزن وكيبدا رحلته باش يستهدف اكثر من مليوني نسمه. الماء كيوصل من الموزع الوطني الماء صالح للشرب كيتخزن، كاين جهاز خاص كيعاين كل نقطه دخلات بدقه باش الجوده تبقى مراقبه من الاول حتى الاخير. من بعد كيتوزع الماء عبر 4650 كيلومتر من الشبكه، يا اما بطريقه طبيعيه يا اما كيتضخ نحو الشاطئ باش يوصل حتى النقط البعيده في المستويات المناسبه. ريدال ماشي غير كتوزع الماء، راه كتخدم تحت الارض وفوقها، كتبني الشبكه، كتبدل الانابيب اللي ولات قديمه، كتصلح الاعطاب وكتستعمل بزاف ديال التقنيات الحديثه اللي كتشفع على التسريبات الباطنيه للحفاظ على الموارد المائيه. كل تدخل محسوب، كل عمليه قطع مبرمجه بدقه باش تبقى الخدمات الاساسيه مستمره لكل واحد، واللي كيشوف الاشغال في زنقته يعرف انها خدمه جايه لمصلحته. ورا كل نقطه ماء كاين فريق كامل خدام في المختبرات 24 ساعه على 24، كيحلل كيقيس وكيجرب تحاليل كيميائيه ميكروبيولوجيه ومعايير صارمه. أكثر من 7000 عينة في السنة باش أي لتر د الماء يوصل لك آمن وشروب. في سنة واحدة ريدال وزعت أكثر من 86 مليون متر مكعب من الماء، وكل نقطة خضعت مراقبة صارمة وجودة بتقنيات حديثة. وانت كتفتح روبيني كتشرب كتغسل ما كتحس بحتى شي حاجة، ولكن القصة ورا هاد الكاس كبيرة وعميقة. كل قطرة ماء فيها تكنولوجيا مراقبة، ولكن قبل من كل شيء فيها رجال ونساء، فيها عقول، فيها أبطال في الميدان خدامين 24 ساعة على 24 باش توصل ليك الماء وانت مرتاح. ريدال ديما خدامه باش توصل ليك الجوده بلا ما تشغل البال.